امتى الست تشك ان عندها ورم في الثدي؟ احنا مش حابين نقلقكم، ولكن في بعض العلامات الإكلينيكية لو ظهرت عند حضرتك يبقى لازم تعملي زيارة سريعة لدكتور الأورام علشان يطمنك ويطمن عليك. ايه هي العلامات الإكلينيكية ديت؟ 1. ظهور كتلة أو كلكعة في الثدي ما كانتش موجودة قبل كده. ظهور كتلة أو كلكعة تحت الإبط ما كانتش موجودة قبل كده. أو وجود إفرازات دموية من الحلمة، أو تغير شكل جلد الثدي أو الحلمة وبروزها. يعني إيه تغير شكل جلد الثدي أو الحلمة أو بروزها؟ تلاقي الست تقول لي يا دكتور أنا عندي جلد الثدي عندي بقى تخين، بقى عامل زي قشرة البرتقال، إحنا بنسميها ساعتها البود اورانج، وتلاقي شكل الجلد بتاع الثدي المصاب غير شكل جلد الثدي السليم. طب الحلمة وبروزها، تلاقي الحلمة اتشدت لجوه، ودي احنا بنسميها الحلمة الغائرة. وهنا لازم انوه ان الحلمة الغائرة دي في ستات كتير جدا عندهم الحلمة الغائرة من ساعة الولادة، ودي حاجة طبيعية من ساعة ما اتولدت والحلمة موجودة لجوه. اللي يقلقني ان يكون الحلمة كانت طبيعية واتشدت لجوه من فترة قليلة. اخيرا وليس اخرا، كل ما حضرتك تكتشفي العلامات دي بدري وتكشفي بدري ونشخصك بدري ونعالجك بدري، كل ما نسبة الشفاء وحمايتك من الأورام تكون أعلى. وربنا يتمم شفاهم على خير.